الأهلي يضرب ولا يرحم. بيراميدز مهدد بالهبوط أو بالإغلاق، والزمالك مهدد بالحرمان من إفريقيا. للأسف بعد الموقف السيء جدا من نادي الزمالك ونادي بيراميدز مع بعض في إعلان الحرب على النادي الأهلي عيني عينك، خلاص النادي الأهلي بريء 100% من كل تصرفاته في المرحلة المقبلة. بعيدا عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك وقرار اعتبار الأهلي خاسرا 3-0 القرار الظالم، إدارة الأهلي رفعت عن نفسها الحرج. خلاص دخول الأهلي في حرب مباشرة مع الزمالك أو مع بيراميدز بعد سنوات طويلة من التحفظ ومن الأدب ومن الترفع، أول حاجة هيعملها النادي الأهلي خلاص في المرحلة المقبلة إنه يضرب بلا رحمة. أول حاجة هيفتحها النادي الأهلي ملف اللعب المالي النظيف لبيراميدز. ملف لما هيوصل للفيفا إن شاء الله ويوصل للكاف إن شاء الله من مصدر رسمي اللي هو من النادي الأهلي، وساعتها هيكتشفوا إن نادي بيراميدز هو أكبر نادي في العالم لا يحترم مبادئ اللعب النظيف، وبالتالي يهبط مباشرة إلى الدرجة الأخيرة في مصر، الدرجة الرابعة، وقد يحرم من رخصة نادي محترف وبالتالي يغلق أبوابه تماما. ملف اللعب المالي النظيف هو مقارنة بين الإيرادات والمصروفات. لابد أن الإيرادات تبقى أكتر من المصروفات بطريقة رسمية. نادي بيراميدز مصروفاته قد إيراداته 20 مرة، يعني كل جنيه بيجيله بيصرف 20 جنيه مصروفات بطريقة غير شرعية، مصروفات غير شرعية، وبالتالي يحرم فورا من كل حقوقه. تاني ملف هيفتحه النادي الأهلي برضو في مصر وفي أفريقيا وفي العالم هو ملف ديون نادي الزمالك. الديون الموجودة عند مصلحة الضرائب، عند الأوقاف، عند التأمينات، عند اتحاد كرة القدم، عند الاتحادات الرياضية الأخرى، عند الأندية العالمية والمحلية، عند اللاعبين المحليين والأجانب، عند المدربين اللاعبين والأجانب. ملف عملاق بتتكلم فيما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري غرامات وديون على نادي الزمالك لا يدفع منها شيء، ومع ذلك ينال رخصة اللعب في إفريقيا بالمخالفة. الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض قيد أي نادي لأي لاعب جديد إلا لما يدفع كل ديونه، إلا الزمالك، بس الزمالك ما يدفعش ويتأيد عادي جدا جدا. الأندية الأخرى كلها بتتمسك بالحكام المصريين، بترفض الحكام الأجانب المحترمين، الحكام المحايدين، الحكام الحازمين، الحكام العالميين، بيرفضهم. عايزين يلعبوا كل مبارياتهم ضد الأهلي بالحكام المصريين. امبارح كان الحلقة الأخيرة من مسلسل الانحراف التحكيمي. نادي بيراميدز بعد ما تقدم بطلب لاتحاد الكرة باستخدام حكام أجانب لمباراة الأهلي يوم 12 أبريل في الدوري العام، قدم امبارح طلب آخر بإلغاء استخدام الحكام الأجانب وتمسكه بإسناد مباراته مع الأهلي لحكام مصريين، بسيوني والغندور وطارق مجدي وعبد العزيز السيد ومحمد عادل وميدو سلامة وكل هؤلاء الحقراء. الحكام اللي حطوا بيراميدز ظلما وفجورا في صدارة الدوري بفارق 4 نقط عن الأهلي، رغم ان العدل بيراميدز يكون في المركز الثالث خلف نادي الزمالك بفارق 2 نقطة لو الحكام أداروا البطولة بالعدل. الأهلي هو اللي طلب على الفور انه يدفع فلوس الحكام الأجانب وانه يستخدم حكام أجانب لمباراته ضد بيراميدز. 3 مرة على التوالي النادي الأهلي يطلب حكام أجانب على نفقته لمباراته ضد الزمالك أو ضد بيراميدز.